بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بس الحاجة الجميلة دي إيه بقى؟ ده أرنبيط. المرة اللي فاتت مية، مع العلم محدش بياكله إلا أنا. والله أنا خدت الحتتين دول بس يعني، أو التلات حتت من الأرنبيطة الجميلة دي، والباقي خللت والله. بس بصراحة بسم الله ما شاء الله. هنسلقه طبعا، هنحط حبة ملح وحبة كمون في المية. معلش عشان التصوير اللي ضايع ده. بس هو هنسيبه يستوي. احنا بنحب القرنبيط مستوي على فكرة. قبل ما يستوي كده ويقطع ويبرد، هنعمل له ايه؟ الخلطة بتاعته. طبعا زمان كنا يا جماعة بنعمله يجيب 10، والله العظيم كنا بنعمله يجيب 10 بيضات. احنا هنعمله ببيضة. هنحط دقيق، وفي الطبق التاني هحط دقيق وده نشا. يعني كوباية دقيق ونص كوباية نشا، طبعا على زي المقدار اللي انت هتعمليه. والبيضة الجميلة اللي قدامكوا دي كفاية علينا. لو عايزة تعمليه بالخلطة دي بمية بس اعمليه، والله العظيم ما يقولك لأ. بس طبعا عشان احنا حاجة ناكلها، وعشان يبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية، هنحط فيها البيضة دي وهنشوف مع بعض. وده يا جماعة بقسماط. وحطيت دي الخلطة اللي هحطها هنا، اللي هحطها الفلفل الأسود وكركم وكمون وكمون وإيه تاني يا رب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحطيت البيضة اهي وكزبرة ناشفة. والبيضة دي يبقى حطينا هنا كوباية دقيق، والبهارات اللي قدامكم دي الكركم والفلفل الأسود والملح والكمون والبيضة. وحطيت، كان عندي والله العظيم اللبن ده، والله ما شاريه. وكملت اهو بمية لحد ما العجينة دي تبقى معاكي ولا تقيلة ولا خفيفة. ولو عايزة تعمليه بمية خالص وبلاش بيض وبلاش أي حاجة اعمليه. بس أنا بقول لكم ايه، يعني على إن يبقى فيه قيمة غذائية عالية يعني شوية يعني كده. وهنحط حبة خضرة، وهنحط فص الثوم اللي هما دول والله العظيم فصين توم بس مهروسين. أنا طبعا أنا بعمل أكل قليل زي ما انتوا عارفين. احنا مفيش حد معايا في البيت، احنا نفرين وساعات بنبقى 3. بس على قدية يعني، على قدينا بنعمل أكل قليل على قدينا. فأنت عايزة تضعفي الكمية، معاكي ما شاء الله ولاد كتير وتعملي القرنبيطة كلها، اعملي بقى وضعفي براحتك. أنا لقيتها تقيلة، رحت حطيت لها حبة مية تاني ايه خفيتها بيها. وحطيت فيها على فكرة حبة شطة، عشان أنا بحب الحاجة سبايسي شوية. بس اللهم صل على النبي. الطبق التاني يا جماعة اللي أنا كنت بحط فيه النشا، حطيت فيه برضو القرنبيط اهو. بص بوريهولكم مقطعاها حتت صغيرة، يعني أنا فصصته من بعضيه وعاملاه حتت صغيرة. وهتحطيه في التتبيلة دي، ويا ريت تسيبيه كده ايه 5 دقايق حتى بس يشرب منها حبة، ما تعملش وتطلع على طول، عشان حاجتك تبقى حلوة كده ومطعمة. والله العظيم جميل، قسما بالله كان تحفة. اللي ما بيحبوش عندي في البيت أكلوا. احنا كنا بنعمله زمان كان بيبقى مليان زيت وكان بيبقى مليان بيض. لا الحمد لله اتطورنا ونعمل حاجات أحسن وحاجات أحلى. كل ما الواحد يعني كل يوم الواحد بيتعلم أكتر من التاني يعني. وده مش عيب، البني آدم يفضل يتعلم لحد ما يموت. وبكلم البنات الصغيرين اللي ما بتعرفش يا جماعة تعرف يا بنات، اللي ما تعرفش تعرف تتعلم. والله العظيم في بنات ما بتعرف تعمل ده كله أبدا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بقولك أسبوع حبة. وده طبعا حبة البابريكا وكان عندي
اللهم صل وسلم وبارك عليه. حبة فيجيتار حار حطيتهم برضه في الخلطة ومعلقتين بقسماط، وطبعًا نص كوباية نشا وكوباية دقيق، أنا باقول لِك على كل اللي أنا عملته، وهتطلعيه طبعًا من هنا تحطيه في الدقيق والنشا، وحطيت برضه ذرة ملح صغيرة، يبقى الطبق التاني فيه إيه؟ فيه دقيق وفيه نشا وفيه بقسماط عشان يديك القرمشة، لا إله إلا الله، معلش. ومعلقة أو 2 لو عندِك فيجيتار، وكلي بقى قرنبيط ولا تقولي لي بقى فراخ ولا كنتاكي، عارفين اللي أنا رميته في الزيت ده معلقة نشا، عليَّ أنا حطي معلقة النشا في الزيت بتاعِك واعملي القرنبيط، معلش عشان أنا والله العظيم أنا أسبوع بحالي وقعدت لوحدي وآية اللي كانت بتصورني وهي مش موجودة، فأنا كله ده باعمله لوحدي، معلش لو التصوير مش قد كده. المعلقة النشا يا جماعة اللي أنا حطيتها في الزيت تطلع لك القرنبيط والله العظيم ما فيه نقطة زيت، ولا تحطي تحتيه مناديل بتاع المطبخ ولا حاجة أبدا، وشوفي وجربي ومش هتدعي عليا أبدا، هتدعيلي إن شاء الله. أنا بكلم كل البنات اللي ما بتعرفش، أنا والله العظيم أنا بنتي ما بتعرفش تعمل اللي أنا بعمله ده، لأن هي مش بتاكله ولا بتحبه بس المفروض إن هي تتعلم. يعني هي لما جت ولقيتني عاملة يا ساتر ماما عاملة قرنبيط، والله العظيم لما جت قلت لها طب شوفيه كده ودوقيه، أكلت وعجبها خالص، قالت ماما جميل. فعرفت يعني الحاجة الحلوة هي اللي بتخلي الناس تاكلها. بص اصفر معايا جميل وخد اللون الدهبي ده، طبعا هتقلبيه كده لحد ما ياخد اللون الجميل ده، وهطلعه قدامكم دلوقتي وهتشوفوا. معلقة النشا ومتنسوش اللي أنا حطيتها في الزيت مخلتش القرنبيط شرب زيت نهائي، دي تكاية بقى جميلة كده. أحلى ناس وأحلى متابعين من برا مصر ومن جوا مصر كلكم، واخواتنا العرب على دماغي من فوق، من حبكم والله وربنا اللي أعلم. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. بص الطبق اللي أنا بحط فيه من غير ورق ومن غير حاجة ازاي، هتطلعي كده حاجتك ما شاء الله. بص برميه ازاي، والله العظيم كان بيقرمش وكان جميل. طبعا أنا خلصت الكمية والقرنبيط بوريهولكوا اهو. بص يا جماعة والله عليا أنا شايفين ما فيهوش نقطة زيت، كان نفسي تسمع القرمشة بس أنا مش لاقية معلقة ولا لاقية حاجة أخبط لكم عليها بيها. بص بخبط بالمعلقة الخشب بقول لكم بص ناشف ازاي كده. وكله بقى قرنبيط ولا كنتاكي ولا غيره، ده الفراغ بتاع الناس المساكين اللي زينا، والحمد لله نشكر ربنا على نعمه وعلى فضله. سلام حبايبي.